السلام عليكم. النهاردة أكلتنا خفيفة جدا وسهلة خالص. مش مكلفة، اقتصادية يعني، وممكن تعمليها من أي بواقي أكل عندك في البيت. أول حاجة هنا عندي الصينية بتاعتي، دهنتها بالسمنة دهنة خفيفة كده، وبعدين هحط فيها المكرونة نية عادي من الكيس زي ما انتوا شايفين كده. هرصها كويس كده واظبطها في الصينية كويس. يعني حوالي مثلا الصينية دي خدت معايا حوالي كيلو الا ربع مكرونة، مخدتش الكيلو كله. هركنها على جنب، وبعد كده هبدأ اقطع بقى في الخضار بتاعي. عندي هنا فلفل كوبي، وعندي طماطم وفلفل الوان. بس للاسف الفلفل الالوان انا بعد ما قطعته نسيته ما اتحطش، فاتحط الفلفل الاخضر بس. هقطع الخضار بتاعي طرنشات كده يعني صغيره، وبعد كده هرصها على المكرونه. الوصفه دي انت ممكن تعمليها باي حاجه عندك في التلاجة، يعني مش شرط مثلا انا هعملها النهارده بالفراخ، انت مش شرط تعمليها بالفراخ. ممكن تعمليها ببسطرمه، ممكن تعمليها بلحمه معصجه، ممكن تعمليها بالسجق، ممكن تعمليها بالجبن بس والخضار فلفل وطماطم وحاجات من دي يعني وتحطي لها جبن بس وخلاص على كده. بتبقى خفيفه جدا وسهله وما بتاخدش وقت، يعني من الاكلات السريعه. هتنجزك لو عايزه تعملي غدوايه كده سهله بسرعه وسريعه، ودي من الاكلات اللي هتنجز معاكي وسريعه جدا. هقطع الخضار بتاعي واجهزه، وبعد كده هبدا ارصه على المكرونه من فوق. هنا بقى كنت قطعت الطماطم زي ما قلت لكم، هرصها على المكرونه كده. وبعد كده هنزل عليها بالفلفل من فوق. عايزه تحطي لها قرن فلفل سبايسي حامي، لو بتحبي الحامي حطي لها برضو عادي زي ما تحبي. هنا كده هي جاهزت معانا، نصها جاهز معانا. النص الباقي بقى الفراخ. هنا عندي صدر بانيه كنت مقطعاه طرنشات خفيفه كده، تبلته ببصلايه مبشوره، ودي شويه بهارات كده مشكله، بهارات فراخ، بهارات شاورما، ملح، فلفل اسود، بابريكا، توم باودر، بصل باودر، كل اللي عندك حطيه. واعصر عليها ليمونيه. وبعد كده هقلبها كويس. طبعا خطوة الفراخ دي انتي بتعمليها قبل ما تجهزي المكرونة، يعني قبل ما تجهزي المكرونة اعملي خطوة تتبيلة الفراخ دي وسيبيها، وابدأي بقى حطي المكرونة وقطعي الخضار بتاعك وجهزيه، تكون هي قعدت في التتبيلة دي شوية يعني. وبعد كده هننزل بيها بقى في طاسة على النار بمعلقتين زيت ومعلقة سمنة. لو مش عايزة تحطي سمنة ما تحطيش، عايزاها بزيت بس حطي لها زيت، معلقتين زيت. اول ما يسخن معانا الزيت والسمنة كويس قوي، بتنزلي عليها بالفراخ علشان ما تنزلش المية بتاعتها. احنا مش عايزينها تنزل المية عشان ما تبقاش ريحتها زفرة، فتنزلي عليها والزيت سخن على طول. بتوزعيها كده وما بتقلبيهاش الا لما بتبدأ تاخد لون معاكي. اول ما تبتدي تاخد لون معايا ببدأ اقلب على طول فيها، وبرضو بوزعها كويس قوي كده في الطاسة عشان انا مش عايزاها تنزل المية بتاعتها. هنا كانت خلاص الفراخ استوت معايا، هوزعها بقى على المكرونة بتاعتي من فوق كده. عايزة تحطي اي حاجة تاني معاها في الوقت ده براحتك، إيه اللي يريحك. هتطلع هنا زيتون شرايح، وهحط لها رشة جبنة رومي او جبنة تركي مبشورة. الجبن اللي انتي عايزة تحطيها، عايزة تحطي تشيدر، عايزة تحطي اي حاجة براحتك. عندي هنا ده لبن، حطيت له معلقة سمنة، حطيت رشة فلفل اسود والملح. الملح بقى اللي انتي بتظبطيه في اللبن هنا هو ده اللي بيبقى اللي هيظبط معاكي طعم المكرونة بتاعتك. فانتي لازم تظبطي الملح علشان لما تسقبيه المكرونة او تحطيه على المكرونة يعني، تبقى انتي ظبطتي كده الملح بتاعك بتاع الاكلة بتاعتك. وهكمل بيها بقيتها ميه. انتي لو حابه تكمليها كلها لبن دي حاجه تريحك، عايزاها بميه بس برضو زي ما انتي عايزه. هغطيها بقى بورق ألمونيا او ورق فويل، وهكون مشغله الفرن على درجه حراره 200، تكون وصلت يعني الفرن سخنت كويس جدا معايا. هحطها على اول رف في الفرن، بسيبها شويه لحد ما اتاكد انها اتشربت. هنزل عليها برشه جبنه موتزاريلا، وبعد كده هدخلها تحت الشوايه 5 أو 10 دقايق بالكتير قوي، وهتطلع بالشكل ده.
هنبدأ بقى نقطعها، هي سخنة جدا بس هي بتبقى حلوة وهي لسه سخنة وخفيفة جدا. بصوا مكرونة مستوية حلوة قوي، مش معجنة، واخدة السوا بتاعها كويس مظبوط، والخضار برضو ما تهراش معاكي